هابدأ أفرّقه كده على كل الصينية، وبعد كده بقى هانزل بشرايح الطماطم، وآخر حاجة هانزل بيها الفلفل الأخضر، وبعد كده هانزل بجزء من الخلطة اللي عملناها قبل كده، وزيت وزبدة أو سمنة. هاخد قطع صغيرة كده أحاول أفرّقها على كل الصينية، وبعد كده بقى هانزل بالفراخ. طبعًا الفراخ كنا حاطينها في التلاجة لمدة ساعة في التتبيلة. بعد كده بقى هانزل بباقي الخلطة اللي كنا عاملينها، وهاخد الصينية في فرن متسخن قبل كده على درجة حرارة 180 من ساعة لساعة وربع على حسب حجم الفرخة مع المتابعة. ودي صينية البطاطس بالفراخ بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. الريحة تجنن والله، الطعم ما اقولكوش قد ايه لذيذ. الفراخ شاربة من التتبيلة والبطاطس واخدة من طعم الفراخ، حاجة كده تحفة. يلا بقى جربوها.